قدمه قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 وقائد الكتيبة عن التمرين الذي بني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة بهدف تدريب المشاركين على مختلف المستويات على التخطيط وآلية التنفيذ وصولا للأهداف المرجوة. واشتمل التمرين على هجوم مدبر لسرية مشاة آلية وقسم هاو ورمايات للقناصين من مختلف المسافات ورماية قذائف صاروخية الدفع RPG الذي أظهر فيه المشاركون المستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها. ويأتي هذا التمرين الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولا إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.